نسمع الخلاصة في برنامج على الماشي. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ مصر دلوقتي على بعد كام خطوه من اكبر مشروع ثقافي في القرن ال21، المتحف المصري الكبير، اللي اخيرا بعد سنين من انتظار بقى جاهز يفتح ابوابه الرسميه. وده مش اول مشروع تاريخي تعمله مصر، بس ده واحد من اكبر المشاريع السياحيه في العالم، ومن اكبر المشاريع المصريه في العصر الحديث. ومن ضمن المشاريع السياحيه اللي عملتها مصر في العصر الحديث كان افتتاح المتحف المصري القديم في التحرير في سنه 1853، وكان من اكبر احداثه دخول جثمان ومقتنيات الملك توت عنخ امون عام 1922. بس السؤال، ليه الناس بتقول عليه ان هو مش مجرد متحف؟ وليه العالم كله مركز معاه؟ القصه بدات من اكتر من 20 سنه، من سنه 2002، لما الحكومه المصريه قالت المتحف المصري اللي في التحرير جميل وكل حاجه، بس هو مش كبير ومش شايل كل الاثار. وفعلا بداوا مشروع المتحف المصري الكبير عند سفح الاهرامات علشان يكون اكبر متحف اثري في العالم مخصص لحضاره واحده، الحضاره المصريه القديمه. وفعلا المتحف اتنفذ على مساحه ما يقارب 500 الف متر مربع، يعني تقريبا قد 100 ملعب كوره. اول ما تخش المكان حتى قبل ما تشوف المعروضات هتحس ان انت دخلت في زمن تاني. من اول ما تخش من المدخل الضخم اللي سقفه عالي جدا وتشوف اضاءه الشمس، تحس ان هي داخله من كل حته، وتستقبلك اول حاجه قدامك هو تمثال رمسيس الثاني اللي اتنقل من ميدان رمسيس مخصوص عشان تكون اول حاجه عينك تشوفها اول ما تخش المتحف. واقف هناك كانه بيقول لك اهلا بيك في العصر الفرعوني. أهلا بيك في العصر الفرعوني. المتحف معمول بتصميم معماري عبقري جدا، بيميكس ما بين الحضاره الفرعونيه والمعمار الحديث، والواجهه كلها معمول من الحجر الجيري المصري. لو خدت بالك الزاويه اللي في الواجهه بتمشي مع نفس خط الاهرامات، يعني انت وانت واقف عند البوابه شايف ان الاهرامات كامتداد للمبنى نفسه، اكنه الهرم الرابع. لما تخش المتحف هتمشي على السلم الكبير جراند ستيركيس اللي محاط بتماثيل وابواب ضخمه، هتشوف العرض بمنظور من الزمن القديم للمستقبل. انت مش بس بتشوف الاثار، بس انت بتشوف تجربه كامله، يعني تقنيه وتعليم. المتحف فيه حوالي 100,000 قطعه اثريه، منها حاجات هتتعرض لاول مره على الجمهور. القاعات في المتحف مقسومه زمنيا من عصور ما قبل التاريخ لاخر العصر الفرعوني واليوناني والروماني. وفي قاعه اسمها الدرج العظيم، ودي لوحدها تحفه. درج ضخم بيطلعك تدريجيا ما بين تماثيل ضخم، بيوريك تطور الحضاره المصريه خطوه بخطوه. كنز توت عنخ امون، وهنا بقى المفاجاه، كل كنوز الملك توت عنخ امون هتكون متجمعه لاول مره في مكان واحد. حوالي 5000 قطعه اثريه، منهم العرش الذهبي والاقنعه والعجلات الحربيه، حتى الشباشب اللي كان بيلبسها. والقطع دي كانت متفرقه ما بين متاحف كتير، بس دلوقتي كلها اتجمعت في مكان واحد، وهو ذا جراند ايجيبشن ميوزيوم. في قاعات مصممه باضاءه ودرجه حراره معينه زي اللي كانت في المقبره نفسها. تفتكر هي ايه اقدم قطعه في المتحف؟ قطعه الملك نورمر اللي هو الملك مينا اللي وحد مصر العليا والسفلى حوالي سنه 3200 قبل الميلاد. وعندك كمان ادوات حجريه من عصور ما قبل التاريخ، يعني حتى قبل ما يتم تسجيل التاريخ. فانت حرفيا ماشي ما بين اول صفحات التاريخ الانساني. والمتحف ده مش تقليدي خالص، كل حاجه معموله فيه بالتكنولوجيا الحديثه، شاشات تفاعليه وهولوجرام بيشرح لك القطع الاثريه، وافلام 3D بتوريك الحياه زمان. وانت ماشي في المتحف تقدر تسمع شرح صوتي بيحكي لك عن كل قطعه اثريه بالعربي والانجليزي وحتى بالياباني. والمتحف كمان في قاعه سينما ضخمه جدا ومعمل ترميم من اكبر معامل الترميم في العالم. تخيل ان عمليه نقل الاثار لوحدها خدت اكتر من 10 سنين. كل قطعه كانت بتتنقل في صناديق منع للاهتزاز والحراره زي مثلا رمسيس الثاني، وكان بيشارك في عمليه النقل دي مئات من خبراء الاثار المصريين. المتحف مش بس قاعات، ده في مكتبه كبيره جدا متخصصه بس في علم المصريات، وسينما ومطاعم وكافيهات بتطل على الاهرامات، وفي منطقه بقى للاطفال بتشرح التاريخ بطريقه تفاعليه، وفيها كمان قاعه مؤتمرات تسع حوالي 1000 شخص، يعني تجربة يوم كامل مش مجرد بس زيارة للمتحف. طب ليه بقى العالم اهتم بيه؟ المتحف المصري الكبير بقى رمز دولي، مش بس علشان الاثار اللي فيه، ده عشان هو مشروع بيعيد تقديم مصر للعالم. من المتوقع انه يجذب حوالي 5 مليون زائر سنويا، وده رقم ممكن يخليه من اكتر المتاحف زياره في العالم بعد اللوفر والمتحف البريطاني. الحقيقه بقى ان المتحف ده مر برحله طويله، زي الثوره، تغير الحكومات، والتمويل بيتاخر، ومواعيد الافتتاح بتتاجل، لكن في كل مره الشغل ما وقفش. العمال والمرممين كانوا بيكملوا شغلهم حتى في اصعب الظروف، وده اللي مخلي لحظه الافتتاح ليها طعم خاص لكل المصريين. اخيرا بيكمل بعد سنين تعب. وفي النهايه المتحف المصري الجديد مش مجرد مبنى جديد للاثار، دي بوابه بتوصلك لاول مره لتاريخنا الحقيقي بطريقه حديثه بتليق بعظمه اللي احنا بنملكه. لما تروح هناك انا عايزك تفتكر الجمله دي، كل تمثال هنا مش بس حجر، ده وش كان بيبص على الشمس من 5000 سنه. استعدوا يا جماعه عشان مصر راجعه تتكلم بصوت التاريخ.